طيب عندنا آخر نقطة في موضوع النسب المضاعفة دي، إنه المادتين يعني مثلا أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون لازم الذرات المكونة عليهم تكون نفس الحاجة. كيف؟ يعني هنا عندي كربون وهنا عندي كربون، هنا عندي أكسجين وهنا عندي أكسجين، المواد بتاعتهم زي بعض ما مختلفين عن بعض، عشان كده بقدر يعني بيناتهم أتكلم عن قانون النسب المضاعفة. لكن لو مثلا كان أول أكسيد النيتروجين، هل ممكن أقول أول أكسيد النيتروجين وأجي أقارنه بثاني أكسيد الكربون؟ لا. ليه؟ لأنه أنا هنا عندي أكسجين، هنا عندي أكسجين زي بعض، لكن المشكلة تبقى ليش إنه هنا نيتروجين هنا كربون. عشان كده يعني لازم في قانون النسب المضاعفة إنه الذرات بتاعت العناصر تكون نفسها. طيب نكمل. بعد كده قال لي هو الأمر الذي ساعد على دعم هذه النظرية وقبولها من جانب العلماء في ذلك الوقت. وقد اعتبر دالتون أن الذرة هي أصغر وحدة في بناء المادة، وأنها غير قابلة للتجزئة لما هو أصغر منها. يعني دالتون يتوصل لنا لحاجة معروفة وحاجة صحيحة، اللي هي إنه الذرة دي أصغر وحدة في بناء المادة، لكن قال لي إنه الذرة غير قابلة للتجزئة لما هو أصغر منها، وده كلام ما صح. لأنه الذرة أنا ممكن أقسمها، حتبقى لي نص ذرة ونص ذرة، زي ما شرحنا هنا. لما أنا أجيب الذرة حقسمها حتبقى نص ذرة ونص ذرة، وحاشوف جوا النواة، والنواة فيها النيوترونات والبروتونات، وحلقة المدارات اللي فيها الإلكترونات. يعني على حسب كلامه هو كان مفتكر إنه ما في حاجة أصغر من الذرة، ما كان عارف وجود الحاجات الأصغر منها، يعني الإلكترونات والنيوترونات والبروتونات والحاجات دي هو ما كان عارفها. طيب، ورغم النجاح اللي حققته نظرية دالتون في إنها فسرت لي التفاعلات الكيميائية، يعني مثلا زي حقة كلور الصوديوم مع الكلور، وأنتج لي كلور الصوديوم، وإنه بيحصل إعادة في ترتيب الذرات والكلام ده، هو فسره لي، شرح لي الكلام ده. لكن شنو؟ لكن ما فسر لي إنه التفاعلات بتحصل كيف. إحنا عارفين إنه التفاعلات بتحصل مثلا بسبب فقدان واكتساب الإلكترونات، لكن هو هنا لسه ما كان مكتشف أصلا إنه في حاجات اسمها إلكترونات ونيوترونات وبروتونات. كان على حسب تفكيره إنه أصغر حاجة ممكنة هي الذرة، ما كان قايل إنه الذرة ممكن نقسمها وجواها نلقى حاجات أصغر منها، اللي هي الأجسام الدقيقة الموجودة فيها من جوا. طيب، ورغم قلنا النجاح اللي حققته نظرية دالتون في تفسير التفاعلات الكيميائية، إلا أن النظرية لم تستطع الإجابة عن تساؤل مهم، وهو لماذا تحدث التفاعلات أصلا بين المواد المختلفة. على الرغم من أن دالتون افترض أن الذرة غير قابلة للتجزئة، إلا أن اكتشافات لاحقة أثبتت أن الذرة تتكون من جسيمات أصغر. طيب يعني مثلا لو جاب لي في سؤال مثلا في صح وغلط، قال لي إنه دالتون يفترض أن الذرة غير قابلة للتجزئة، طبعا حقول صح، ده كلام دالتون. لكن هل الكلام صحيح؟ لو قال لي مثلا هل الذرة غير قابلة للتجزئة، حقول خطأ، إنه الذرة ممكن تتقسم عشان يكون جواها فيه إلكترونات وحاجات زي دي. وكما أن دالتون استطاع التوصل إلى نظريته بأن ربط عدة قوانين بفروض مشتركة، كذلك كان على علماء الكيمياء والفيزياء فيما بعد جون دالتون أن يحاولوا ربط الحقائق من هنا وهناك ليخرجوا بتصور صحيح لحقيقة تركيب الذرة. يعني دالتون أداهم البداية، بعد ذاك هم باقي العلماء بقوا يحاولوا يضيفوا على النظرية بتاعته، لكن هي الأساس بتاعهم، ويضيفوا ويكتشفوا حاجات جديدة. طيب عايزين يعني طيب احنا عايزين نتكلم عن هم كيف اكتشفوا انه في الكترونات، كيف عرفوا انه في حاجات اصغر من الذرة. اكتشفوا الحاجة دي عن طريق تجربة علمية اسمها تجربة أنبوب التفريغ. تمام. تجربة أنبوب التفريغ، أنبوب التفريغ ده عبارة عن أنبوب من الزجاج، وحيفرغوه من الهواء، حيخلوا فيه شوية هواء بسيطة بس عشان الضغط يكون منخفض. طيب، من المعلوم أن الغازات مواد عازلة لا توصل الكهرباء. طيب، بمعنى شو؟ مثلا انت قاعد في غرفة وكان في كهرباء مثلا، ما حتتكهرب لأنه أصلا الغاز ما بوصل له الكهرباء. لكن لو موية مثلا، لو كان في سلك مثلا والأرض فيها موية، وانت جيت وقفت في الأرض دي، حتتكهرب لأنه الموية بتوصل الكهرباء. لكن بالنسبة للغازات، الغازات دي عموما هي أصلا مواد ما بتوصل لها الكهرباء. طيب، قال لي لكن إذا تم تفريغ أنبوب زجاجي جزئية من الغاز، لو جبنا أنبوب زجاجي، الأنبوب ده بالبنفسجي ده، وقمنا جينا فرغناه من الغاز، يعني فرغنا جزء كبير من الغاز وخلينا جزء بسيط،
قال لي بعد كده هيحصل شنو، انه الجدران بتاعت الغاز هتشع ضوءا خافتا. يعني في الحالة دي، في الحالة الوحيدة دي الغاز هيبقى بيوصل الكهرباء. الغاز بيوصل الكهرباء إذا فرغنا معظم الغاز وخلينا غاز بسيط، والغاز البسيط اللي خليناه جوا ده هيبقى الضغط بتاعه منخفض، وبعد ما بقى الضغط بتاعه منخفض هيوصل لي الكهرباء عادي زيه زي المويه، وهو الأمر الذي يشير إلى توصيل الغاز للكهرباء تحت ضغط منخفض. طيب بعد كده قال لي اتضح فيما بعد أن إشعاع جدران الأنبوب ناتج عن اصطدام أشعة صادرة من المهبط بجدران الأنبوب، لذلك سميت هذه الأشعة بأشعة المهبط، وسمي هذا الأنبوب الزجاجي المفرغ جزئيا من الغاز أنبوب التفريغ. طيب أنا عندي الأنبوب ده عنده جهتين، تمام، احنا موصلينهم به وموصلينهم بمصدر بتاع كهرباء، بطارية مثلا. طيب في واحد من الأجزاء دي أنا حاسميه مهبط، والجزء الثاني حاسميه مصعد، تمام. طيب احنا لما نصعد دي حاجة كويسة ولا كعبة؟ احنا صعدنا وطلعنا لفوق، دي حاجة كويسة، معناه المصعد حيكون موجب. واحنا لما نهبط مثلا مستوانا يتدهور وكده ننزل لتحت، دي حاجة كعبة، يعني هنخد لها سالب. ده بس عشان نحاول يعني نتذكر انه المهبط سالب والمصعد موجب في التجربة دي. بس يعني في التجربة بتاعت أنبوب التفريغ المهبط حيكون سالب والمصعد حيكون موجب. طيب المصعد ده عنده اسم تاني، اسمه التاني شنو؟ اسمه الكاثود. دي أهم حاجة في الجزئية دي، المفروض تحفظوا الحاجات دي، إنه المهبط سالب المصعد موجب، إنه المصعد اسمه الكاثود، وإنه المهبط اسمه الأنود، تمام. يعني شنو؟ المهبط اسمه أقصر من 4 حروف، والمصعد اسمه أعلى من كم؟ من 5 حروف كده، عشان يعني نحاول نتذكر ما ننسى. طيب احنا قلنا إنه الأنبوب بتاعنا ده اللي هو هنا ده الأنبوب بتاعنا، أنبوب مفرغ من الهواء، فيه شوية هواء بضغط منخفض. طيب قلنا انه هيوصل الكهرباء وهيظهر معاي شعاع، تمام، هيظهر شعاع كده. الشعاع ده متحرك من وين؟ الشعاع ده متحرك من المهبط للمصعد، يعني متحرك من الجزء السالب للجزء الموجب، تمام، متحرك من الجزء السالب للجزء الموجب. دي برضه حاجة مهمة، لازم نعرف انه هو متحرك من وين لوين. طيب